نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون فكرة جميلة جدا لتقديم التمر. هتقدمي بيها التمر طول شهر رمضان. تابع معايا الفيديو إن شاء الله، الفكرة هتعجبك جدا جدا. معايا الأدوات بتاعتي، معايا قاعدة كده للكيك متوفرة بمقاسات كتير، استخدمي المقاس اللي يناسبك. ومعايا كمان رول كرتون اللي هو بيكون ملفوف عليه ورق الفويل او السيلفر. ومعايا كمان الفوم بقطعه كده اعواد كده، بتقطعيه بتسخني سكينة وبتقطعي بيها الفوم، بيتقطع معاكي بكل سهولة. اعملي نفس مقاس الرول بالظبط، نفس الطول بتاعه. هبدأ ألزق الفوم بتاعي على الرول بتاع الورق زي ما انت شايفة كده، باستخدام مسدس الشمع، بيلزق معاكي بكل سهولة. بلزق الفوم بتاعي داير ما يدور على الرول بتاع الورق. الخطوة اللي بعد كده بجيب ورق الفويل وبلفه على الفوم بتاعي. حطوا طبقتين او 3 لحد ما تلاقي الفوم بتاعك بقى متماسك كده ومتظبط وكله بقى ممسوك بورق الفويل. غلفت كمان الجزء اللي فوق كده زي ما انت شايفة. لو عندك بقى ورود او اوراق شجر او اي حاجة تحب تزيني بيها، بدأت كده لزقتها كده على القاعدة بتاعتي، تدي شكل جميل جدا. ومعايا كمان الخلة اللي هي بتاعت الاسنان، بكسرها كده نصين علشان مش عايزة عود الخلة يكون طويل. ومعايا كمان التمر، هثبت بقى التمر بتاعي بالخلة زي ما انت شايفة كده. الطريقة سهلة معاكي ما شاء الله، بيتثبت بكل سهولة عشان احنا حاطين الفوم، فالخلة بتدخل فيه بكل سهولة. رصوه كده كله جنب بعضه زي ما انت شايفة كده في الفيديو. هكمل كل الكمية زي ما انت شايفة كده، رصيتها ما شاء الله، متاخدش معاك وقت خالص ما شاء الله. وفكرة جميلة وشكلها جميل جدا في التقديم، وهتحطيها كده على السفرة او على البوفيه طول شهر رمضان بتاخدي منها، ولو وكل ما تقل بتزودي مكان اللي انت خدتيه. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا. وحطيت كمان فروع كده زرع فوق في الرول نفسه. وبرضو عشان تحافظي على التمر بتاعك بتلبسي الشجرة اللي احنا عاملينها دي كده كيس يفضل عليها طول النهار يحفظها، وقبل المغرب ب10 دقايق ولا حاجة بترفعي الكيس بتاعك. ما شاء الله فكرة تحفة، هتعجبك جدا جدا.